قوي قوي. يقول لك ايه، امي اما كانت بتروح لعمامي تقول لهم ما عندكوش بواقي اكل عشان انا عندي فراخ. شفتوا التواضع لحد فين؟ تواضع. كانت في ساعة كده هيدمع فيها من كتر ما بيحكي على امه. ده حب الام خلاه يحكي اكتر من كده. شفتوا التواضع، شفتوا الحب. وطبعا الكل بيشكره جدا جدا والكل بيحترمه جدا جدا. الفنانين كلهم بيحترموه وبيحبوه قوي باحترام وكل ادب. ازاي كافح، ازاي ايده مع امه، ازاي شال هم امه، ازاي بقى مع امه الكبيره والصغيره. اما الام تروح تقول لعمامه ما عندكوش بواقي اكل عشان انا عندي فراخ عاوزه اكلها، ويتفاجئ ان الاكل ده لهم عشان ما كانش معاهم يجيبوا اكل. دي ولا عيب ولا حرام ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم بخير والصحة وسلامة يا رب. شهر مبارك علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين يا رب. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا عارفه ان انا ما نزلتش فيديوهات كتير اليومين دولت، معلش انا اسفه، كان في ظروف عندي وكانت منعاني ان انا انزل فيديوهات. بس ان شاء الله باذن الله كده هنحاول على قد ما نقدر ننزل لكم فيديوهات حلوه ان شاء الله. حلقتنا ايه النهارده؟ حلقتنا النهارده مع واحد مكافح جدا جدا. طلع كده في اول في كام عمل كده وكان مشهور قوي، يعني كان دمه خفيف قوي قوي قوي. انتوا عارفين اشرف عبد الباقي، الفنان المحترم، الشاب المتواضع جدا، اللي هو ما بيتحركش لما بيقول على بيقول حقيقته او بيقول حقيقة والدته ووالده او الظروف اللي مر بيها، ما بينكرهاش خالص، بيقولها بكل وضوح وكل حب. شايل ايه يعني؟ شايل حب امه. شاف امه، يعني شاف امه قد ايه كانت بتضحي عشانه. الفنان ده اللي كان طالع في مسلسل ست وست ستات، اللي هو كان بيقول عدولة، اكيد انتوا عارفينه. الفنان المحترم سامح حسين، فنان يعني محترم قوي، متواضع جدا جدا. طلع طبعا في البرنامج اللي كان طالع فيه ده اصلا كان من زمان، بس اتعرض تاني اليومين دولت. اللي هو كان بيعرض حياته او شخصيته بس بطريقه حلوه قوي قوي. يقول لك ايه، امي اما كانت بتروح لعمامي تقول لهم ما عندكوش بواقي اكل عشان انا عندي فراخ. شفتوا التواضع لحد فين؟ تواضع. حاجة كده تشرف، مش حاجة تقر ولا حاجة، ولا هو مكسوف منها يقولها، لا بالعكس خالص، بيقولها بحب. يعني بيقول ازاي احنا كافحنا وازاي انا امي تعبت عشاننا. طبعا بيحكي قصته بكل حب وكل احترام وكل ادب. ازاي كافح، ازاي ايده مع امه، ازاي شال هم امه، ازاي بقى مع امه الكبيره والصغيره. اما الام تروح تقول لعمامه ما عندكوش بواقي اكل عشان انا عندي فراخ عاوزه اكلها، ويتفاجئ ان الاكل ده لهم عشان ما كانش معاهم يجيبوا اكل. دي ولا عيب ولا حرام ولا انانيه. فاكتر الفنانين ما بيحبوش يعرضوا حياتهم الشخصيه، او ما بيحبوش يعرضوا الحاجات اللي كانوا بيمروا بها قبل كده. طبعا سامح حسين عرض حياته بكل حب واحترام. احنا كلنا بنحبه وبنحترمه جدا جدا، وبنحترم تواضعه ونحترم ادبه واخلاقه. طبعا هو
جاله انزلاق غضروفي، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. طبعا هو وقف عن العمل شوية، ما خدش فرصته قوي زي زمايله في الشغل، بس ان شاء الله بعد البرنامج ده بإذن الله ربنا الحمد وفتحها عليه. طبعا كفاية حب ربنا وحب الناس ليه. الشخصيات ديت محترمة جدا جدا، ما بتستعرش من قديمها، او بتقول لك لا انا اعرض اللي حصل لنا الاول ليه، انا اظهر بالجديد. ده عرض كل حاجة بحب وحنية، حتى كان في ساعة كده هيدمع فيها من كتر ما بيحكي على أمه. ده حب الأم خلاه يحكي أكتر من كده. شفت التواضع، شفت الحب. وطبعا الكل بيشكره جدا جدا، والكل بيحترمه جدا جدا. الفنانين كلهم بيحترموه بيحبوه قوي قوي قوي. وانا بحب يعني مسلسلاته الجميله جدا. مسلسل ست وست ستات مع الفنان اشرف عبد الباقي، بدمه الخفيف باحترامه. ربنا يوفقه ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع، وربنا يشفيه ويدله على قد ضميره باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.